واحنا في عصر التيك توك والاشعارات اللي بتنط لك كل 30 ثانيه، التركيز بقى حاجه نادره، ولو قدرت تسيطر عليه حرفيا هتبقى بطل خارق. كال نيوبورت في كتابه بيقول لك مستقبلك المهني مش هيعتمد على شهادتك ولا خبرتك ولا حتى موهبتك، مستقبلك هيعتمد على قدرتك انك تركز بعمق وسط الدوشه دي كلها. يعني ايه؟ يعني لو عرفت ازاي تعزل نفسك عن كل مصادر التشتت وتشتغل بتركيز حقيقي هتقدر تعمل حاجات عظيمه. بينما الناس التانية لسه بتتخانق مع اشعارات الفيسبوك. طب ليه احنا مش عارفين نركز؟ نيوبورت بيقول اننا عايشين في عصر البيزي وورك، يعني شغل كتير بدون نتيجه، بترد على 50 ايميل، بتبعت 30 رساله على الواتساب، بتحضر ميتنج عن ازاي نقلل الميتنجز، وفي الاخر تحس انك شغال طول اليوم بس مفيش انجاز. ليه؟ لانك بتتنقل بين مهام سطحيه ودماغك مش بتوصل لمرحله التركيز العميق اللي تقدر فيها تبدع وتنتج بشكل حقيقي. وده بسبب اننا بقينا متبرمجين على التشتت. كل مره تفتح اشعار دماغك بتاخد جرعه دوبامين، وده بيخليك تدمن التشتت وتنسى طعم التركيز العميق. الحل ادخل في مود العمل العميق. نيوبورت بيقول لك ان النجاح مش في انك تشتغل اكتر، بل في انك تشتغل اذكى، وده مش هيحصل غير لما تتعلم ازاي تشتغل بتركيز دون مقاطعات. طب ازاي تدخل في مود التركيز العميق؟ رقم واحد، اقطع النت وخد نفس. نيوبورت بيقول لك بكل بساطه الانترنت مش جزء من شغلك، الانترنت جزء من تسليتك. يعني انت مش محتاج تكون اونلاين طول اليوم، ومعظم الاشعارات اللي بتجيلك ملهاش اي 30 لازمه. جرب تقفل النت ساعه وشوف هتحس بايه. ما تخافش، العالم مش هيولع لو ما قريتش رسائل واتساب لمده 30 دقيقه. رقم 2، اشتغل في جلسات مركزه زي طريقه بومودورو. كلنا سمعنا عن تقنيه بومودورو، 25 دقيقه تركيز زائد 5 دقائق راحه. بس نيوبورت بيقول لك ال 25 دقيقه دي مش كفايه، انت محتاج وقت اطول علشان توصل لحاله التركيز العميق. فجرب بدلها 90 دقيقه تركيز متواصل زائد 20 دقيقه راحه، او لو مشغول قوي اعمل 45 دقيقه تركيز زائد 10 دقائق راحه. الفكره انك لازم تدي مخك فرصه يدخل في الهايبر فوكس، لان التحويل بين المهام بياكل 40% من طاقتك العقليه بدون ما تحس. رقم 3، اعمل رجيم معلوماتي. تخيل ان مخك زي المعده، لو مليته بحاجات تافهه مش هيبقى عنده طاقات للحاجات المفيده. قلل متابعه الاخبار اللي ملهاش لازمه. حدد لنفسك وقت معين في اليوم للسوشيال ميديا. ركز على المصادر اللي بتضيف لقيمتك فعلا. نيوبورت بيقول لك مش لازم تتابع كل حاجه، ركز على الحاجه اللي تهمك بس. رقم 4، خطط يومك من قبل ما يبدا. لو يومك مفتوح بدون خطه هتلاقي نفسك بتتفرج على فيديوهات القطط لمده ساعتين من غير ما تحس. خطط يومك بحيث يكون عندك وقت للعمل العميق، وقت للراحه، وقت للتفاهه. برضو لازم تسيب لنفسك مساحه، لازم تسيب لنفسك مساحه ترفع عن نفسك بس بحدود. الهدف مش انك تبقى روبوت، لكن انك تسيطر على وقتك بدل ما وقتك هو اللي يسيطر عليك. الخلاصه، العمل العميق بيساوي الانجاز الحقيقي. التشتت بياكلك من جوه ومش بيخليك تحقق اي حاجه. التركيز مهاره مش موهبه، وانت تقدر تطورها. نيوبورت بيقول لك الناس اللي هتعرف تركز وسط دوشه العصر الرقمي هم اللي هيغيروا العالم. فلو نفسك تنجز اعمل حاجه بسيطه، اقفل الاشعارات وابدا دلوقتي. وانت كمان قول لي ايه اكتر حاجه بتشتتك؟ شاركني في الكومنتات ازاي بتتعامل معاها.